أكد الناخب الوطني وليد أن لاعب المنتخب المغربي حكيم زياش تعرض للإصابة خلال المباراة التي فاز بها المنتخب المغربي بهدفين نظيفين على منتخب بلجيكا. وقال وليد في تصريحات صحافية أن زياش أحس ببعض الآلام مع نهاية المباراة، ومن المرتقب أن يخضع لفحوصات خلال اليومين القادمين من أجل التعرف على حالته الصحية. في نفس السياق، أفاد طبيب المنتخب عبد الرزاق الهيفتي أنه من الواجب الحذر من إصابة أشرف حكيمي الذي استبدل في المباراة أمام الشياطي الحمر، ومن المقرر الحسم في مشاركته أمام كندا في الأيام القادمة.